بتبدأ حكايتنا مع شخص في منتصف العمر عنده 38 سنة بيتابع أنمي بخصوص إعادة الإحياء في عالم تاني، وبيكون البطل فيه عنده واجهة بتساعده في شراء المنتجات أو تخزينها في الحالة الشخصية. وفجأة بطلنا كينيتشي بيلاقي نفسه اتنقل لعالم تاني، وتحديدا لقى نفسه في الغابة وهو بيتمشى فيها لقى هيكل لفارس ومضروب بسيف، وكينيتشي بيجرب يفتح الحالة الشخصية بتاعته وفعلا بتتفتح معاه، وبيظهر له متجر إلكتروني اسمه شانجري وكمان مستودع بيخزن فيه، وبيكون جعان جدا وبيدور على اكل في المتجر، لكن بيطلب منه المتجر يدفع فلوس وما بيكونش معاه اي فلوس، لكن بيكون المتجر فيه خاصية البيع كمان، وكينيتشي بيبيع سيف وحجر كريم للهيكل العظمي، والمتجر بعدها بياخد تمنهم، وبيشتري من المتجر لبن ومخبوزات، وبيشتري بعدها عجلة وبيسوقها عشان يلاقي مكان يقدر يشتغل تاجر فيه، وهيكون عن طريق انه يطلب حاجات من المتجر ويبيعها بسعر اعلى. وفجأة في وحوش شبه الذئاب بتظهر له وبتقرب منه وبيرمي عليهم العاب نارية لكن مش بتبعدهم، وبعدها بيضربهم باستخدام مقلاع جواه حجارة صلبة وبيصيب اكتريتهم والباقي بيهربوا، وبيركب عجلته وبيهرب من المكان كله وبيوصل لحدود الغابة وبيبص بمنظار لبعيد وبيلاقي مدينة، وبيطلع على الطريق اللي بيودي للمدينة وبيلاقي حد سايق عربية وبيعرض عليه يوصله بشكل مجاني، وبيكون اسمه فويو وهو في الاصل تاجر، وكينيتشي بيركب معاه العربية، وفي بنت تانية في العربية وهي شاعرة متجولة، وفويو بيسأل كينيتشي ليه عايز يروح مدينة داليا، فكينيتشي بيقول له عشان يبقى تاجر ويكسب فلوس، والبنت بتعزف على الجيتار وبتعمل قصيدة عن كينيتشي، وبيوصلوا بعد كده للمدينة، وكينيتشي بيدي لفويو شنطة فلفل اسود كعربون امتنان انه وصله للمدينة، وفويو بيقول له ان نقابة توابل باكوجا بيحتكروا تجارة التوابل وانه ما يلفتش انتباههم، وفويو بيشتري الفلفل الاسود من كينيتشي، وبعدها كينيتشي بيدخل مطعم وبيطلب اقامة في غرفة من غير اي وجبات، وبتسأله صاحبة المطعم ليه جه للمدينة دي لان شكله غريب عن السكان، فبيقول لها انه ناوي يبقى تاجر، لكنها بتقول له ان نقابة التجار مش هتقبله لو مش بيعرف يقرأ ويكتب وبيكون كويس في الحساب، وبيكون اسم صاحبة المطعم أزاليا، وكينيتشي بيطلب منها تعلمه القراءة والكتابة بلغة البلد دي وهيديها حلويات من بلد تانية كهدية، وأزاليا بتعجبها الحلويات لأن مش بيبقى فيه زيها في مملكة كادان كلها، وكينيتشي بعدها بيتعلم القراءة والكتابة في وقت قليل، وفي اليوم اللي بعده كينيتشي بيروح يسجل في نقابة التجار وبيملى استمارات التقديم، والموظفة بتديله أداة اسمها الهوية التجارية وبتقول له يحطها في مكان واضح لما يبدأ يشتغل كتاجر، وكينيتشي بعدها بيتمشى في السوق وبيشوف اسعار المنتجات المعروضه للبيع وبيشتري فاكهه، وبيرجع على المطعم وبيقول لازاليا انه عرف يسجل في النقابه، وبيطلع على غرفته وبيعمل محل صغير وبيستخدم مشابك الغسيل في تعليق مناديل عليه، وازاليا بتلاحظ وبتقول له ان المشابك اللي عندها بتتكسر بسرعه وبتساله لو بيبيعها، وبتجيله بعدها فكره، وفي اليوم اللي بعده بيروح السوق وبيخرج محله من المخزن وبيفتتح المحل جنب السيده وبيعرض اطباق وسكاكين ومناديل ومشابك، والسيده اللي جنبه بتساله بكام المشابك دي وبتشتري منه، وبتعرفه على نفسها وان اسمها اناما وبتبيع هنا من فتره طويله جدا، وزباين كتير بيروحوا لكينيتشي بيشتروا منه مشابك الغسيل، والسيده بتشكره عشان في ناس كتير اشتروا منها بسبب المحل بتاعه، وكينيتشي بيكسب 15,000 ين من الارباح بسبب المشابك دي، وبيجي له زبون باين عليه انه مكانته عاليه جدا من لبسه وسيفه وبيكون عايز يشتري سكينه من كينيتشي، لكن السكينه الموجوده بتبقى حجمها صغير، وبيجيب له كينيتشي سكينه حجمها اكبر من المتجر الالكتروني، وفعلا بتعجب الزبون بالرغم من ان ثمنها بيكون عالي جدا، وفجاه كينيتشي بيجي له زباين كتير وبيكون من ضمنهم بنت اسمها ميالي، ووحش منهم بيكون عايز يشتري القماشه اللي فوق المحل وبيعوز منها 3، وكينيتشي كمان بيعمل له خصم وما بيكونش معاهم قطع نحاسيه لكن بيبقى معاهم قطع فضيه، وكينيتشي بيقول لهم انه هياخد قطعتين فضيتين وهيرجع لهم قطعتين نحاسيتين، وما بيكونوش عارفين يحسبوا، لكن الزبون اللي كان عايز سيف بيقول لهم ان حسابهم مظبوط وبيشتروا بعدها من كينيتشي، واناما بتقول له ان الوحوش مش بيعرفوا يحسبوا، والزبون اللي كان عايز سيف بيشتريه من كينيتشي، وكينيتشي بعدها بيدفع لازاليا في المطعم اجرة ال5 ايام الاقامه، وفي خادمه اسمها مارجريت اشترت من مشابك كينيتشي وبتوريها للسيده بتاعتها واسمها بريمولا، وبتعجبها وبتكون عايزه تبيع منها في شركتها واللي بيكون اسمها شركه مالو التجاريه، وكينيتشي بيدور على منتج ممكن يحقق له ربح اكبر، وبعد كده بنشوف بنت مسكينه في الغابه بتصطاد اكل لكن في ناس بيطاردوها وبتهرب منهم، وتاني يوم كينيتشي بيعرض منتجات مجوهرات للبيع، واناما بتقول له ان منتجاته جميله جدا وبتساله بيجيبها منين، لكنه بيقول لها انه سر الصنعه، والخادمه مارجريت بتطلب من كينيتشي 100 مشبك وبتعجبها قطعه سلسله فيها مجوهرات، وكينيتشي بيقول لها ان ثمنها 6 مربعات فضيه صغيره، وبتقول له ان ثمنها رخيص جدا وهتاخدها منه بعدين، وكينيتشي بيقضي يوم طبيعي في التجاره، وبالليل الوحوش بيجوا
عنده، وبتشم ميالي وبتقول له ان ريحته توابل، وبيطلبوا منه يبيع لهم التوابل. واناما بتقول لهم انهم ما يطلبوش منه طلبات مش منطقيه، ولو هو باع التوابل هيلفت انتباه نقابات التوابل زي باكوبا وزوتيرا. وكينيتشي بيقول لهم انه ما يقدرش يبيع لهم التوابل، لكن يقدر يعزمهم على اكل معمول بالتوابل دي، وهيتقابلوا عند ضفه نهر بره المدينه. وبيتقابلوا فعلا بره المدينه، والوحوش وكينيتشي واناما بيحضروا، واناما بتساعده في الطبخ، والوحوش بيصطادوا السمك وبياكلوا كلهم وبيعجبهم الاكل جدا، وبيكون نفسهم يشربوا عصير، وكينيتشي بيجيب لهم. واسماء الوحوش الثلاثه بيكون نياكيرو ونياميلو ونيانجي. وبعد كده مارجريت بتروح لمحل كينيتشي وبتجيب معاها سيدتها بريمولا، ومارجريت بتشتري السلسله اللي كانت عايزاها وبتديها لبريمولا. وبريمولا بتحب المجوهرات اللي عند كينيتشي وبتطلب منه يوريها الباقي، وبتلاحظ ان عنده صندوق اغراض، وبيقول لها ايوه رغم ان المنتجات بتجيله من المتجر الالكتروني شانجري، لكن ما بيعوزش يقول لها. وبريمولا بتعرفه عن نفسها وانها بنت مالك شركه مالو التجاريه، وبتطلب منه يقابل والدها. وامانه بتقول له ان الشركه دي هم كبار التجار في مدينه داليا، وكينيتشي بيركب معاهم في العربيه، وبتكون عربيه للنبلاء، وبتكون اول مره يركب فيها. ومارجريت بعدها بتديله مشابك غسيل، وبريمولا بتقول له انها طلبت من حد حرفي يعمل زيهم، لكن معرفش يعمل الجزء الحديدي. فكينيتشي بيدخل بيتهم وابوها بيرحب بيه، واللي بيكون اسمه مالو، وبيشوف المجوهرات اللي كينيتشي بيبيعها وبيعجب بيها جدا. وبريمولا بتقول لابوها ان البيع ده عنده صندوق اغراض، ومالو بيقول لكينيتشي ان هو كمان عنده صندوق، وانه استخدمه عشان يخلي شركته تزدهر. وكينيتشي بيقول له انه بيستخدم صندوقه كمخزن للمحاصيل بس. ومالو بيكون عايز كينيتشي يديله منتجات للشركه بتاعته عشان يبيعها بسعر اعلى للنبلاء ويكسب فيها. ومالو بيرضى على كينيتشي انه يوفر له منتجات مقابل 50% من سعر البيع، وبيوافق كينيتشي. وبعدها بريمولا بتشتري سلسله من كينيتشي وبتكون ب10 قطع ذهبيه. وكينيتشي بعدها بيبدا يفهم قيمه العمله في البلد دي. القطعه النحاسيه بتساوي 1000 ين، والمربع الفضي الصغير بيساوي 5000 ين، والقطعه الفضيه بتساوي 50000 ين، اما القطعه الذهبيه بتساوي 200000 ين. وكينيتشي بيقرر يعيش في الغابه ويعمل كوخ هناك قرب الاسوار، وبيقص العشب اللي في الغابه، وبيبدا يقطع الشجر وبيحاول يخزن الاشجار، لكنها بتبقى كبيره جدا على المخزن بتاعه، فبيقطع كل شجره نصين بحيث كل واحده تبقى 10 متر وبتتخزن، وبيتسع المخزن لاي حاجه طولها 10 متر. وفي اليوم اللي بعده كينيتشي بيجيب جاروف بيحاول يشيل بيه جذوع الشجره، لكنه مش بيعرف. وكينيتشي بيزهق وبيقرر يشتري حفاره، وبيكون ثمنها عالي جدا ب1,200,000 ين، ومش بيلاقي زيت الديزل على المتجر، وبيشتري زيت مصابيح اناره لكنه ما بينفعش. وبعدها بيشتري مولد للديزل وبيحط فيه بنزين وبيشتغل، وبيشتري مصباحين وبينوروا. وكينيتشي بيكون عايز حل للحشرات الموجوده، وبيفتكر كلام ازاليا لما قالت له يشتري حجر سحري يطارد الحشرات، وبيروح عند محل سحري وبيسال الساحر اذا كان عنده الحجر اللي بيطرد الحشرات، والساحر بيقول له ب3 قطع فضيه. وكينيتشي بعدها بيساله اذا ممكن يديله خصم مقابل برتقانتين من بلده، والساحر بتعجبه الفاكهه لانها من بلد اجنبي، وبيديله الحجر بقطعتين فضيتين بس. وكينيتشي بيلاقي عند محله منشورات لناس مطلوبه للعداله، وفي واحد كينيتشي بيبص عليه، واناما بتقول له ان الشخص اللي بيبص عليه جدده منشوره وشكله عمل جريمه تانية، وبيكون اسمه شاجا، وبيكون زعيم قطاع الطرق في المدينه. وفي بنت صغيره بتدخل عربيه وبتلاقي بنات كتير جواها، وفجاه بيطلع لهم قطاع الطرق وبتتقلب العربيه. وفي اليوم اللي بعده كينيتشي بيستخدم الحفاره عشان يشيل جذوع الشجر كلها، وبيكون مخطط يبني كوخ خشب، لكن ما بيكونش معاه فلوس كفايه للمتجر. وكينيتشي بيدي السكر لمالو، لكن مالو بيقول له ان الملح والسكر قيمين، لكن الدوله بتمتلك حقوقهم وعشان كده ما يقدرش يشتريهم منه. ومالو بيقول لكينيتشي ان الاحجار الكريمه والمجوهرات النبلاء حبوهم جدا، وكينيتشي بيوري له اشكال تانية منه، وبيكسب 15 قطعه ذهبيه من تعامله مع شركه مالو، وبيقدر يشتري الكوخ الخشبي ب1,700,000 ين. ولما بيشتريه بيلاقي خشب كتير فوق بعضه، وبيكون مكتوب عليه تجميع ذاتي. وكينيتشي بيقرأ التعليمات وبيبدأ يجمع أجزاء الكوخ الخشبي، وبيصادفوا أفراد من الوحوش بيساعدوه في تجميع البيت كشكر على إنه عزمهم على الأكل. وفي الوقت نفسه كينيتشي ساب المحل مفتوح وبيبيع فيه، وبيتم بناء الكوخ الخشبي بعد شهر كامل. وكينيتشي بيقدر ينام في الكوخ أخيرا، وبيكون في حاجات تانية عايز يعملها فيه، وبيعمل سياج عن طريق معالجة الخشب، وكمان زرع في التربة، وعمل حمام لإعادة تدوير المخلفات كسماد، وعمل حوض ومطبخ وألواح شمسية، وكمان برميل للاستحمام. وبيروح لأزاليا مطعمها وبيقول لها إنه عمل بيت في الغابة، وبيودعها وبيمشي، وبيتجول في الغابة بالعجلة بتاعته. وفجأة العجلة
بتعطل في حاجه، وكينيتشي بيقع وبيلاقي سهام بتترمي عليه، وبيلاقي عرق من الوحوش بيهاجموه ومتضايقين جدا من وجوده في الغابه وعاوزين يقتلوه. وفجاه بيطلع المقلاع وبيرمي عليهم حجاره وبعدها متفجرات، وبيستدعي الحفاره وبيقرب بيها منهم لكنهم بيهربوا بعدها. وكينيتشي بيلاقي نمر مصاب بسهام الوحوش وبيشيل منه السهم وبيعقم له الجرح وبيديله مضاد حيوي، وبعدها بيكون قلقان عليه وبيحاول يخزنه لكن ما ينفعش يخزن كائن حي، فبياخده معاه للبيت بتاعه. والنمر مش بيتحرك، وكينيتشي بيروح للساحر وبيسأله لو كان في طريقة لعلاجه. وبعدها ميالي بتعرف اللي كينيتشي عمله وبتقول له ان شعبها بيعتبروا القط البري مبعوث من الحاكم وبتكون عايزة تشوفه. وميالي بتشوفه في بيت كينيتشي وبتفترض ان الكلاب من عرق الوحوش هم اللي عملوا كده. وميالي بتشكر كينيتشي على اهتمامه بيه، وبعدها بتروح للصيد وبتصطاد طيور وبيطبخ لهم كينيتشي بالتوابل بتاعته. وبعد ايام القط البري بيتعافى، وكينيتشي بيبدأ الزراعة وبيشتري بذور طماطم وبيزرعها، وبيكون عايز يحفر بئر بدل ما يروح لبعيد يجيب ميه. واثناء النهار القط البري بينط على بطن كينيتشي وبيصحيه، وبيكون عايز يطلع بره الكوخ وبيمشي. وبياخد كينيتشي اجازه من شغله وبيحفر بئر خاص بيه، وبعدها بيحط له مضخه كهربيه. وفجاه بتجيله بريمولا وبتكون عرفت مكانه من ميالي، وبريمولا بتساله ايه المعدن الكبير ده، وبيكون قصدها على الحفاره، وبيقول لها انها تابعه ليه واستدعاها بالسحر بتاعه. وبريمولا بتعجب بيه جدا بسبب استخدامه للسحر. وبيكون الوقت اتاخر وبريمولا بتقعد مع كينيتشي في الكوخ وبيرسمها، وكينيتشي بيقول لها انه مش مهتم يبقى اكبر تاجر في داليا، المهم انه يوفر لنفسه حياه كريمه. وبتقول له ان شركه ماله هتتكفل بكده وهتخفي هويته. والمجرم شاجا بيستعبد الضحايا اللي خاطفهم، وفجاه بيجي له مهمه. وكينيتشي وبريمولا بعدها بيروحوا البيت والدها، ووالدها بيعجبه خامه الروب. وماله بعدها بيقول ان الامبراطوريه اللي جنبهم اخترعت نظام اسمه المحاسبه ثنائيه المدخلات. وكينيتشي بيفتكر حسب كلام ماله ان الامبراطوريه توسعت بسرعه بفضل ابتكارات راجل معين. وبريمولا بتقول ان في حمام كمان مختلف عن الحمامات اللي بيستخدموها النبلاء، بتقول انه بسيط لكنه جميل. وماله بيكون عايز يشوفه، وبيكون عباره عن مضخه ميه يدويه، وبيكون ده منتج جديد بينتشر بسبب الامبراطوريه. وكينيتشي بعدها بيحس ان في حد جه من العالم بتاعه لهنا. وبريمولا بتكون عند كينيتشي في الكوخ وبتقول له انها هتروح لرحله تجاريه لمده شهر. وفي اليوم اللي بعده كينيتشي بيقابل الفارس اللي كان اشترى منه سيف قبل كده، وبيكون اسمه نور. وبيقول لكينيتشي انه كان بيحقق بخصوص راجل بيعيش في الغابه، وبيكتشف انه التاجر كينيتشي. ونور بيساله عن ماهيه مولدات الطاقه، فكينيتشي بيقول له انه ساحر وانه ما يقولش لحد. ونور بيطلب منه بعدها طلب، وبيقول له يجيب له سيف كبير جدا لكنه ما بيكونش عند كينيتشي، وبيديله حديد وبيقول له انه يروح عند حداد يعمله له سيف. فالنور بيقول لكينيتشي انه سمع ان في ساحر بيستخدم تعويذه ما حدش سمع بيها قبل كده ظهر في الامبراطوريه، وبتنتج كميه ضخمه جدا من المايونيز، وبيتقال انه هزم تنين بالمايونيز بتاعه. فكينيتشي بيجيله فضول يعرف ايه نوع الاشخاص اللي اتجسد في الامبراطوريه. وبيكون عدى شهر والمفروض شاحنة ماله التجارية ترجع، وكينيتشي بيكون عايز يزورهم بعدين. وفجأة بينتشر بين الناس في السوق ان في حد مصاب، وكينيتشي بيروح يشوف، وبيكتشف ان في قطاع طرق هاجموا شاحنة ماله التجارية، وكمان بريمولا اتخطفت. وماله بيتوسل لفارس ينقذ بنته، لكن الفارس بيسيبه وبيمشي. والشاجع بيكون زعيم لاكتر من 50 حرامي، وكمان اخد كل بضاعة شركة ماله التجارية. وماله بيطلب مساعدة اي حد عشان ينقذ بنته، والشاجع بيرمي بريمولا في السجن. وبعدها ماله بيطلب مساعدة كينيتشي، وبيقول له انه هيدفع له اللي هو عاوزه. فكينيتشي بيقول له انه هيتصرف، وبيحس ان المتجر اللي عنده ده موجود عشان يستخدمه في مساعدة الناس، وبيطلب من ماله فلوس عشان يستعد. ومقر الشاجع بيكون جنوب مدينة داليا بحوالي 50 كيلو في قلعة قديمة وسط الجبال. وكينيتشي بيقول للناس ترجع لورا عشان هيستعمل سحر الاستدعاء، وبيشتري بعدها من المتجر عربية حديد كبيرة جدا، وبيقولوا انه هياخد معاه اي حد مستعد يحارب وهيوفر لهم الاسلحة. لكن الناس كلها بتطنشه، لكن النمر البري اللي انقذه كينيتشي بيجي معاه، وميالي والثلاث وحوش بينضموا له، وبيوفر لميالي قوس وسهام من حديد، وللثلاث وحوش بيوفر لهم سيوف. ونور بيعوز كمان يشارك معاه، وبيوري لكينيتشي السيف اللي عمله وسماه ناب الذئب. والعجوز الساحر بيعوز ينضم لهم كمان، وبيكون عنده تعويذات تنفع في المعارك. واناما بتكون عايزه تنضم ليهم، وبتقول انها هتطبخ لهم، لكن وقت الحرب هتبعد عنهم. وبكده بيكون العدد اكتمل، وكينيتشي بيسجل في نقابه المغامر، بيسجل الرحله عشان يهزموا شاجا، وبيدفع قطعه فضيه للتسجيل، وبيكون في مكافاه على اللي يهزم شاجا. وبيروحوا في العربيه متجهين ناحيه المقر،
وفي طفله بتدخل لزنزانه بريمولا وبتديها عيش عشان تاكله، لكن بيبان على الطفله انها جعانه جدا، وبريمولا بتقول لها تاكله هي، وبتقول لها انهم هيسيبوا المكان ده سوا وان في ناس هتيجي تنقذهم. وفي طريقهم للمقر بيقفوا شويه عشان يعملوا اكل، وبيعملوا شوربه خضار ولحمه، والاكل بيعجب فصيله الوحوش جدا، وبيجربوا الاكل اللي كينيتشي عامله للقط البري وبيعجبهم جدا، وبيجربوا الساحر معاهم، وكينيتشي بيشرح لهم الخطه اللي هيتبعوها وبيوافقوا كلهم عليها. وميالي بتروح قبلهم تستكشف المكان، وكينيتشي بيديها تليفون معاها عشان يبقوا على تواصل دايما، وبيتحركوا بالعربيه ناحيه القلعه. وكينيتشي بيكون قايل لاناما انهم لو ما رجعوش خلال يوم تروح لنقابه المغامرين وتبلغهم ان مهمه هزيمه شاجا فشلت. فميالي بتقول لكينيتشي ان في ابراج حراسه فيها حراس على الاسوار، لكنهم بيشربوا خمره وبيكونوا سكرانين. وكينيتشي بيكون قايل لميالي تهاجم الحراس وبتهاجمهم بالسهام الحديديه، والعجوز الساحر بيهاجم البوابه بسحره وبتتكسر، وبيدخلوا جوه البوابه بالعربيه. والوحوش بيهاجموا الحراس وبيقتلوا عدد كبير جدا منهم، وكمان نور، وبيندفع القط البري وبيهاجم الحارس، لكن الحراس بتندفع عليهم اكتر من الاول. وكينيتشي بيستدعي الحفاره وبيندفع بيها ناحيتهم، والوحوش بتكمل قتل في الحراس، وكينيتشي بيكمل عليهم بالحفار، لكن الحراس بيهربوا منها، وبتخبط الحفاره في الحيطه وبتكسرها. وبيسمع كينيتشي بعدها صوت حد بيصرخ، وبيكون ده المكان اللي البنات محجوزين فيه، لكنه مش بيلاقي بريمولا. وشاجا بياخد بريمولا معاه كرهينه وبيقول لهم يرموا اسلحتهم يا اما هيقتلها. وكينيتشي بيجيب ليزر وبيكلم ميالي من خلال التليفون، وبيقول لها انه هيعميه بنور الليزر، ووقتها هي ترمي عليه السهام. وفعلا ميالي بتسمع كلامه وبتتبع الخطه وبترمي عليه سهم وبيتشتت، وبريمولا بتجري منه وبتروح ناحيه كينيتشي، وشاجا بعدها بيقع وبتصوب ميالي على راسه وبتصيبه. وكينيتشي وقتها طلب من نيانجي يروح لاناما ويبلغها انهم نجحوا في المهمه، وبيجهز هدوم للسجينات وبيستحموا، وبيودي البنت الصغيره لبريمولا وبيقول لها تساعدها وبيديها مقص، وبيقول لها تقص لها شعرها كمان. وبيكون اسم البنوته الصغيره انيموني، وبيكون عمليه الخطف دي كان متخطط لها من واحد من النبلاء. واناما بعدها بتفرح ان الكل رجع وبيكونوا كويسين، ولما بتشوف الطفله انيموني بتفتكر ابنها اللي مات بسبب الوباء. وبعد كده بيرجعوا كلهم على مدينه داليا، ولما بريمولا بتشوف ابوها بتجري عليه وبتحضنه، وبيكون فرحان جدا انها رجعت سليمه. وكينيتشي بيكون مديها بلوزه، ووالدها بيقول انها هتبقى منتج حلو جدا للمتاجره بيه. ومالو بيشكر كينيتشي على انقاذ بنته، وكينيتشي بيكون حط الغنيمه اللي لقاها هناك في صندوق الاغراض، وبيكون امنيته انه يعيش في هدوء وسلام، وطبعا ده ما بيحصلش. ووقت هزيمه شاجا واحد بيقول من الوحوش لكينيتشي انه لازم ياخد الراس بتاعه الناس اللي هزمهم كدليل لنقابه المغامرين عشان ياخد المكافاه. وفي وحش تاني بيقطع الراس عن الجسم عشان يبقى سهل على كينيتشي يخزنهم، وكينيتشي بيخزن الاسلحه والدروع اللي اخدوها من قطاع الطرق. وكمان كان في 100 قطعه ذهبيه في المخبأ بتاع الحراميه، وسجاد وعصير وفخار ومجوهرات وكمان سيوف وخزائن وترابيزات وكراسي وشنط وسراير وحاجات تانية كتير. وكينيتشي بعدها بيقول للبنات اللي انقذهم ان اللي هيرجعوا لبيتهم هو هيوصلهم، واللي مش حابين يرجعوا البيت ممكن يلاقوا شغل في مدينه داليا. وبريمولا بتقول لهم ان شركه مالو هتساعدهم. وكينيتشي بيسال انيموني قريتها فين، وبتقول له في اوروبا، واللي بتكون على بعد 500 كيلو، وبيكون عايز يوصلها، لكن اناما بتقول له ان الطفله دي اتباعت عشان يقللوا عدد الناس اللي هتاكل، وبيعرض عليها تيجي معاهم لمدينه داليا. وفعلا انيموني بتوافق، وبيكونوا قاعدين في تجمع مع بعض بالليل. واناما بتقول ان كينيتشي مش بيهتم بالبنات، ولو لقى حاجه عايز يعملها هيسيب زوجته ويروح يعملها. وفي اليوم اللي بعده بيسلموا راس شاجا ورؤوس الحراميه اللي معاه، وبيكونوا 52 راس. ونور بعدها بيقول لكينيتشي انه هيروح يقابل الكونت اسكليبيوس عشان يبلغ عن تخطيط النبلاء لخطف بريمولا. وخلص فحص الرؤوس على بالليل، وكانت الارباح الاجماليه ليهم 861 قطعه ذهبيه. وكينيتشي بيعرض على اناما فلوس، لكن بتقول له انها مش محتاجاها وانها ما عملتش حاجه اصلا، لكن بتطلب منه يسمح لها تخلي بالها من انيموني. وكينيتشي بعدها بيقسم المكافاه عليهم هم السبعه، وكل واحد كسب 123 قطعه ذهبيه. واناما بتكون سابت انيموني لحد لما تجيب لها عصير، ولما رجعت ما لقيتهاش. وكينيتشي بيقدم اكل للقط البري، وبيكون الوقت اتاخر وبوابات المدينه قفلت، وكينيتشي هيضطر يقعد في المدينه. وبيدخل مطعم ازاليا وبيكون عايز يحجز غرفه، وبيعرف وقتها ان غرفته فاضيه، فبيطلع يقعد فيها. وانيموني بتيجي لغرفه كينيتشي وبتنام فيها، وبيبان انها بتعتبره زي ابوها. وكينيتشي بيدور على اناما في السوق عشان يطمنها ان انيموني معاه، لكنه مش بيلاقيها، وبيقرر يشوف شغله لحد لما يلاقيها. وبيروح لمحل اسلحه وبيبيع له سيوف ودروع مقابل 32 قطعه ذهبيه. واشترت شركه مالو الحاجات
الحاجات اللي قيمتها عالية واللي لقوها في مقر شاجة مقابل 35 قطعة ذهبية، والساحر العجوز اشترى حاجات الديكور والأقواس مقابل 22 قطعة ذهبية، وبيوزع الربح عليهم هم السبعة بالتساوي، كل واحد فيهم أخد 12 قطعة. وكينيتشي بعدها بيفكر يدي الخزانات لأناما وباقي البنات اللي قرروا يعيشوا في داليا، وكينيتشي وأنيموني بيرجعوا على الكوخ، وأناما بتشوفهم وبتكون جت للمكان ده عشان تدور عليها، وأناما بتكون عايزة تربي أنيموني لكنها بتختار تروح مع كينيتشي وبتركب العربية اللي رايحة لمدينة داليا مع بقية البنات وبيمشوا، وكينيتشي وأنيموني بيرجعوا على الكوخ وبيعملوا عشاء، وأنيموني بعدها بتنام وكينيتشي بيكون بيعاملها كأنها بنته. وبعدها ناس غريبة بيظهروا قدام الكوخ، وبيعدي شهر ونص وبيتم الاعتراف بالفارس نورا عشان هزم شاجة وترقى عشان يبقى بارون وتولى مسؤولية منطقة صغيرة، وحاليا بيقنع الناس يعيشوا فيها وبيدور على زوجة. وكينيتشي بيسمع ان في نبيل اتجرد من رتبته عشان استأجر حرامية يخطفوا بريمولا، وأنيموني بتلاحظ حاجة زي عجلة، وبتكون العجلة نسخة من المخطط اللي مالو وبريمولا ضحكوا عليه زمان، لكن حسهم التجاري خلاهم يدركوا ان العجلة عملية، وكانوا بيجهزوا للموضوع قبل موضوع شاجة، وفعلا بدأوا تسويق ليها ودفعوا لكينيتشي 5 قطع ذهبية مقابل الفكرة. وكينيتشي بعدها بياخد فلوس المكافأة بسبب قتله لشاجة وقسمها على الكل، منهم اللي عايز نصيبه فلوس ومنهم اللي كان عايز يحط ايداع مرتبط بهويته في النقابة. وكينيتشي سدد لمالو الفلوس اللي اخدها منه للتجهيز للمهمة، ووزع الباقي على البنات اللي انقذوهم، وبيدي لأناما قطعة ذهبية وبتقبلها، وأناما بتدي لأنيموني حباية فاكهة. وكينيتشي بيلاحظ ان في حد بيراقبه في السوق وبيمشي بعيد عنه، وبيلاقي 4 محاصرينه لكنه بيدخل من مفترق طرق وبيرمي صناديق وراه عشان تعطلهم، لكنه بيوصل لنهاية مسدودة وبيرفع ايديه وبيكون فيها عربية وفيها نبيل مقنع، وبيقولوا له الجواسيس ان رئيسهم عايز يشوفه، لكن فجأة بيستدعي متفجرات وبيرميها عليهم، وبيتسلل هو وأنيموني من تحت العربية وبيطلعوا على الشارع العمومي، والجواسيس بعدها بيطلعوا سيوف وبيكونوا عاوزين يقتلوه، لكن كينيتشي بيمسك لهم قوس وبيكون معاه اسهم وبيهددهم، فبيضطروا يتراجعوا. وعربية مالو بتيجي وبياخد كينيتشي وأنيموني معاه في العربية، ومالو بيقول لكينيتشي ان الجواسيس دول من الفصيلة المعادية للمملكة، وبيقترح عليه يحاول يقابل السيد اسكليبيوس، وبيكون مدح السيد شركة مالو التجارية على اختراع العجلة، وسمح لهم يكون عندهم لقب عائلي، والاسم بيكون اتاخد من اسم العجلة اللي اخترعوها، وبقى اسم بريمولا الرسمي، واسم بريمولا الرسمي بقى بريمولا دورايزن. وبتكون شركة مالو التجارية مدينة لكينيتشي على زيادة شهرتهم، وبريمولا بتكون في الأول شايفة كينيتشي مجرد تاجر ممل في منتصف العمر، لكن كل ما تتكلم معاه بتعجبها طباعه، ده غير المنتجات الجميلة اللي بيبيعها واللي جابت أرباح عالية للشركة بتاعتهم، وكمان جاء أنقذهم. وبريمولا بتقرر إنها تروح ورا كينيتشي، لكن لما بتتجه ناحية الكوخ مش بتلاقيه، وبتفتكر كلام أناما لما قالت إن كينيتشي لو عايز حاجة ممكن يهجر زوجته عشان يعملها. وعلى الطريق كينيتشي بيقابل فويو وبيفرح لما بيعرف ان كينيتشي بقى تاجر، وبيلاحظ الموتوسيكل بتاعه والبنت والقط البر اللي معاه، وبيساله هو رايح على فين كده، فكينيتشي بيكون اخفى البيت والالواح الشمسيه وكمان اخفى النباتات اللي في المخزن، وبيهرب تاني وبيكون معاه انيموني، والقط البري كمان بيروح معاهم. وكينيتشي وقتها بيقول له انهم رايحين رحله من غير وجهه. وبعد كده كينيتشي بيصطاد سمك وبيعمل اكل، وبيكونوا في رحلتهم بيدوروا على ارض جديده، وبيكونوا على بعد 100 كيلو من داليا، وباقي لهم 5 أو 6 كيلو على المدينه اللي جايه واسمها مدينة أسترا. وبعدها بيعمل شوربة، وبيكون صيد السمك وعمل أكل على ضفة النهر بالنسبة له حياة مسالمة وهادية، وهو ده اللي هو عاوزه. وأنيموني بتكون عمرها 12 سنة، وبتكون مدينة أسترا بعد البحيرة اللي بيصب فيها النهر، وبيروحوا بعد كده عند البحيرة. وأنيموني بتكون دايما كانت بتدعي الحاكم إنه ينقذها، لكنها حاليا في رحلة مع سيدها كينيتشي اللي أنقذها، وبيلاقوا مكان شكله جميل، وبيجيب البيت من المخزن وبيسمي القط البر فيل. وكينيتشي بيعلم أنيموني القراءة والكتابة والحساب، والديزل مش بيكون بيتباع على متجر شنجري، وبيستخدم بداله كينيتشي الكيروسين، وبيكون سمع عن ديزل عضوي بيتعمل من زيت القلي القديم، وكينيتشي بيشتري كتب عشان يفهم في الموضوع ده. وأنيموني بتيجي وبتكون عايزة تقرأ من كينيتشي، لكن بيقول لها إن الكتاب مكتوب بلغة بلاده وهي مش هتفهمه، فبتقوله إنها هتتعلمها، وبيجيب لها بعدها قصة كرتونية. وفجأة كينيتشي بيحس إن في حد جاي، وبتكون ميالي اللي جاية، وبتكون تتبعت ريحته عشان توصل للمكان ده. وأنيموني بتفرح لما بتشوفها، فبتقرر ميالي إنها تعيش معاهم في الكوخ. وكينيتشي بيسأل عن أخبار مدينة داليا بعد ما مشي، وبتقول له ميالي إن بعد ما هو مشي نور اتقدم لخطبة بريمولا. وميالي بعدها بتشوف كتاب القصص بتاع أنيموني وبتحبه، وبتكون الصور فيه جميلة جدا، وميالي بتكون قادرة تفهمه من الصور. وكينيتشي بيفكر إنه يعمل قصص خفيفة برسومات ويسرد فيها حكاياته، وبيكتشف إن في قصص خيالية في العالم ده زي الملكة القديمة والفارس المقدس
مقدس، وكمان إلف الغابة. وبتكون قصة إلف الغابة عن إلف بتعيش في الغابة وبتقابل أمير بشري وبيحبوا بعض، لكن الإلف والبشر بيعارضوا الموضوع. الإلف بتكون على وشك الموت من هجوم شعبها، لكنها بتقدر تهرب بفضل قوة الجنيات وبيعيشوا بسعادة في أعماق الغابة. وكينيتشي بيجرب يعمل قصص مصورة وبيدي نسخة لأنيموني ونسخة لميالي، وفجأة كينيتشي بيلاحظ وحش راكب قارب ومعاه إنسان، وبيقول لأنيموني تدخل جوه، وبيقول لميالي تخلي بالها منها. وكينيتشي بيرفع القوس في وشهم وبيسألهم هم عاوزين إيه، لكن بيطلع إنهم من سكان مدينة سانتا، واللي بتكون القرية اللي على ضفة النهر التانية. وبيكونوا جم المكان ده عشان يتأكدوا إن كينيتشي واللي معاه مش قطاع طرق، فبيقول لهم إنه تاجر وإن السلاح ده معاه لأنه حصل مشاكل في المدينة اللي كان فيها وهرب منها. والبشري بيقدم نفسه وبيقول إن اسمه كروتون، والوحش اللي معاه اسمه نيانياس. وبيشوفوا المكان اللي كينيتشي عايش فيه، ونيانياس بعدها بيلاحظ إن في بشرية وواحدة من الوحوش في الكوخ، وبيقول لكروتون إن المكان آمن ومفيش أي حاجة. وكروتون بيلاحظ القصص المصورة اللي كينيتشي عاملها، وبيشتري واحدة لبنته واللي بتكون في عمر أنيموني. وكينيتشي بيكون لابس بدله واقيه وبيجرب يعمل الديزل العضوي في الكوخ اللي عمله جديد، وبيكون اللي عمله حاجه خطيره وفيها سم وبينجح، لكنه بيكون خصص وقته كله لعمل الوقود وتجاهل انيموني وبتكون زعلانه منه جدا. فبيقول لها انه كان بيفكر يروح لاسترا قريب، وبيسالها لو عايزه تروح، وبيروح هو وميالي وانيموني وبيدخلوا مدينه استرا، وبيروحوا نقابه المغامرين عشان يسجلوا فيها. وبيقول لها انه مسجل في نقابه التاجر ونقابه المغامر في مدينه داليا، وميالي بتكون مسجله في نقابه المغامرين. والموظفه بتتعرف على كينيتشي وان هو اللي هزم شاجا، وفعلا بعدها بتسجلهم وبيجيبوا اكل من محل، وبيعدي من جنب كينيتشي اتنين بيدوروا على شخص، وكينيتشي بيشوف بعدها كروتون وبنته ماشيين من طريق. وكمان كينيتشي بيلمح على الطريق محل سنوفليك للادوات وبيدخلوا، وفي ساحره عجوز بترحب بيهم، وكينيتشي بيلاقي في متجرها اداه وبيسالها عباره عن ايه، وبتكون اداه بتفصل المواد المختلطه عن بعض، وكينيتشي بيكون محتاجه عشان يعمل وقود عضوي من غير مواد كيميائيه، وفعلا بعدها بيشتريها. وانيموني بعدها بتمسك كتاب سحري، ولما كينيتشي بياخد باله بيشتريه عشان يتعلم هو كمان السحر، لكن الساحره العجوز بتاخده منهم عشان تسجله وتقول لهم يرجعوا ياخدوه بعد اسبوع، وبيكونوا لسه هيرجعوا البيت، ونيانياس بيظهر لهم وبيكون مستعجل. وفجاه كينيتشي بيسمع صوت حد بيصرخ، وبيروح يشوف بيلاقي ان عصابه محاصره كروتون وبنته، وكينيتشي بعدها بيجيب قناع الساحر وبيلبسه وبيقول لهم يتراجعوا يا اما هيعمل عليهم سحر وهيقتلهم كلهم، وبيرمي عليهم متفجرات كتير وبيخافوا وبيتراجعوا. ونيانياس بعدها بيجي وبيكون اتاخر لانه وقع في الفخ بتاعهم، وبيكون الناس دي اتباع روزاتيرا وبيكونوا تبع نقابه التوابل، وكروتون بيكون قبض على كتير منهم لما كان بيشتغل في الحكومه وعشان كده بيستهدفوه. وماري بنته بتعرف ان ده هو التاجر اللي ابوها اشترى منه قصه ليها وبتشكره، وانيموني بتقول لها انها شاركت في عمل الكتاب وبتعوز ماري تعمل كتاب هي كمان. وانيموني وماري بيتصاحبوا، وماري وامها وابوها بيروحوا يزوروا بيت كينيتشي بعد كام يوم وبيتغدوا وبيقضوا وقت جميل هناك. وبعدها ماري وانيموني بقوا يلعبوا كتير سوا وبيعملوا كتاب عن سندريلا بمساعده كينيتشي وبيحتاج انه ينطبع بس. وفي يوم من الايام كروتون بيجي على بيت كينيتشي وبيديله فلوس وبيطلب منه المساعده لان ماري عندها برد شديد وبيكون مرض منتشر، والاطفال اللي بيتصابوا بيه مش بيعيشوا اكتر من ليله، وكينيتشي بيديله دواء للبرد وبيقول له يرجع على بيته وهو هيجي لهم. وبيجيب الساحره وبيروح لهم وبتقول لهم الساحره ان عندها برد اسمه تشيكوري لكنه مش بيتعالج بالسحر، وبتقول ان في زهره بيضه في اعماق الغابه اسمها تشيكوري عند الينبوع واللي بيعتبر بدايه النهر، ما ينفعش يتعالج النوع ده من البرد من غير الزهره دي. وكينيتشي وكروتون ونيانياس بيروحوا يجيبوها، والعصابه بتكون مستخبيه جنب بيت كروتون، وبعدها بيروحوا عند الينبوع عشان يدوروا على الزهره، وبتكون في حاجه مقربه منهم وبيطلع انه القط البر فيل. وبعدها كينيتشي بيلاقي الزهره، لكن فجاه بيحاصروهم وحوش الذئاب السوداء، وكينيتشي بيجيب لنيانياس وكروتون سيوف عشان يحموا نفسهم، وبيقول لهم يرجعوا البيت عشان يلحقوا ينقذوا ماري وهو هيلهي الوحوش. وكينيتشي بيرمي عليهم متفجرات وبتلهيهم شويه، لكن بعدها الوحوش بتنسحب، وبيفهم كينيتشي انهم رايحين لكروتون، وبعدها نيانياس وكروتون والقط البر بيهاجموهم، وبيكون كل ده من تدبير العصابه. وفي شخص من مجموعه الكلاب القط البري بيهجم عليه وبيكون معاه صفاره وبيكون هو اللي بيتحكم في الذئاب، وكينيتشي بيقول لنيانياس انه يبعد كروتون عن المكان ده على قد ما يقدر، لكن العصابه بيكونوا مصرين انهم ما يسيبوهمش يهربوا، واللي من مجموعه الكلاب بيقوموا بيصفر بالصفاره تاني، والذئاب بعدها بتتعصب، والعصابه بتقول للذئاب انهم يجروا وراهم، لكن الذئاب مش بتتحرك. وفجاه بيظهر حيوان كبير وشكله زي الدب وبيندفع ناحيه الكلب وبيهاجمه، والذئاب بيهربوا لما بيشوفوه، لكن الدب بيبص على كينيتشي وبيكون عايز يهاجمه، لكن كينيتشي بيرمي سهم على عينيه وبيهاجمه القط فيل، وكينيتشي بيرمي على الدب 10 اضعاف المتفجرات العاديه وبيمسكها الدب في بقه وبتولع فيه، وكينيتشي بيستدعي الحفاره وبيخبطه، وفعلا بعدها الدب بيموت وبيخزنه معاه.
وبعدها كينيتشي بيرجع لبيت كروتون، وبتكون ماري خفت شويه، وكينيتشي بيحكي لكروتون انه انقذ الكلب وبياخد منه وعد انه ما يأذيش كروتون او عيلته، لكن الكلب بيقول له ان في ناس تانية بيحقدوا على كروتون وممكن يحاولوا يستهدفوه والاحسن انه يمشي من المدينه. وبعدها كروتون بيقول لكينيتشي ان داليا مستبعده كمان عشان زولتيرا لها علاقه بيهم، لكن كينيتشي بيقول له ان بارونيه نور بيجندوا المواطنين وانه هيكتب رساله توصيه عليه بما ان البارون صاحبه. وبعد ايام كروتون ونيانياس بيروحوا لبارونيه نور، وماري بتكون ما تعفتش قوي، فكروتون بيقرر يروح الاول يظبط اموره هناك عشان يعرف يرحب بعيلته. والكلب بعدها بيظهر، وبيكون في ناس بيحقدوا على كروتون لكنه بيتخلص منهم، وبيكون مش هيعرف يقعد في أسترا، وبيقولوا انه هيعبروا البحر. وكينيتشي بيدي ناب الدب لحد من نقابة المغامرين عشان يستخرج منه اللحمة والأحجار السحرية، وبيقول للموظف انه هيخلص على بالليل. وبريمولا بتكون جت أسترا عشان تدور على كينيتشي، وكينيتشي بيستخدم الأداة اللي خدها من الساحرة، وبيحط مواد زيتية في الجزء اللي فوق، وفي الجزء اللي تحت شوية بيحط الديزل العضوي اللي عمله قبل كده، وبيتجمع الزيت العضوي لوحده وبيجرب يستخدمه وبينجح. وبعدها كينيتشي بيقول لهم انه هيفضل في المدينة النهارده، وده في حالة ان الوقت اتأخر عليه قبل ما يجي. وكينيتشي بيروح لمحل الساحرة العجوز وبيستلم الكتاب بتاع السحر، وبيلاقي جواه حجر سحري ضروري عشان تتعمل التعويذة. وبيروح نقابة المغامرين يستلم اللحمة والحجر السحري، وبيستلم 4 قطع ذهبية تمن الحاجات اللي باعها. وفجأة كينيتشي بيحس بإحساس مخيف، وبيلاقي حد مسك ايديه وبتكون بريمولا، وبتكون متضايقة جدا منه انه سابها ومشي، وبتقول له انه ساعدهم في الشركة وكمان انقذ حياتها. وبيسألها عملت ايه بخصوص جوازها من نور، لكنها بتقول له انها رفضته، وبتقول له كمان ان اناما والعجوز الساحر غضبانين منه عشان مشي من غير ما يقول لهم. وبيقول لها بعد كده ترجع للمدينة، لكنها بتقول له انها مش هترجع من غيره، وبيقول لها انه مش ناوي يرجع لداليا. وبيسألها هي عرفت مكانه ازاي، فبتقول له انها سألت في النقابة لو كان سجل في مدينة تانية وشافت اسمه في المعلومات الحديثة، واجرت عربية وراحت على طول. وبيروحوا بعد كده على الكوخ، وبتقرر انها تعيش معاهم في الكوخ. وكينيتشي بيمسك كتاب سحري وبيحاول يتعلم السحر، لكنه ما بينجحش لانه ما عندوش قوة سحرية اصلا، وبيفكر يبيعه. وانيموني بتجرب تقول التعويذة وبتنجح فعلا، لكن بعدها الكوخ بيتحرق من قوتها السحرية. وبيفرح كينيتشي ان انيموني بتعرف تستخدم السحر، لكن فجأة بتفقد الوعي، وبتكون درجة حرارتها عالية جدا لكنها بتخف. وبيجيب لها خوخ معلب هي والباقي بيحبوه جدا، وبعدها بتبقى انيموني كويسة. وبعدها بكام يوم ماري كمان بتبقى احسن، وعشان كده كينيتشي عزمهم على الغدا في بيته، وبيطبخ لهم من لحم الدب، لكن اللحمة بتكون شديدة على ماري وانيموني، غير ان ريحتها بتكون وحشة جدا. وكينيتشي بيلين اللحمة بالشاكوش عشان تبقى سهلة في الأكل، وبيعمل صلصة سرية عشان تخلي الريحة تروح، وبيعجبهم طعمه بالتوابل أكتر. وبريمولا بتلاحظ إن كينيتشي عامل كتب مصورة، وبتقول له إنه ممكن ناس كتير يحبوا يشتروه. وبيجي لها فكرة إنها تتاجر في مدينة أسترا، وبتقول له كمان إنها تتاجر في الكاري اللي هو عامله. وزوجة كروتون بتقول لهم إنها ممكن تساعدهم كنادلة للمطعم اللي هيفتحوه، وكمان ماري. وبريمولا بتبدأ شغل في اليوم اللي بعده، وبيجي لها زباين كتير، وبيعجبهم الأكل جدا، خاصة إن الأكل ده بيتقدم للنبلاء. وفي 2 من الزباين بيجوا لزوجة كروتون، وبيقولوا لها ان في حشرة في الاكل. وبعد كده بيكون في منحدر صخري مرتفع عن المستوى الطبيعي، بيكون في احجار كريمة، وكينيتشي بيكون عايز يجيبهم وبيفكر هيجيبهم ازاي. وبريمولا بعدها بتقول لكينيتشي انهم باعوا كل حاجه حتى القصص المصوره، وبيكون معاهم بنت من عرق الوحوش. ووقت ما الزبونين قالوا ان الاكل فيه حشرات جت وهددتهم، وكانت شايفاهم وهم بيحطوها في الاكل. وبريمولا بتعينها حارسه شخصيه مقابل قطعه فضيه، وبتقول لهم ان اسمها نيامينا. وكينيتشي بيعزمها على العشاء وبيعجبها الاكل جدا. وانيموني بتعمل تعويذه نار على الميه اللي في البراميل عشان تسخنها، وبتستحمى معاهم. وبعدها بتدخل الكوخ وبتفكر تقعد في المكان ده على طول. وكينيتشي بيعلم انيموني القراءه والكتابه والحساب، وبيقترح عليها تروح مع بريمولا وتتعلم التجاره كمان، لكنها بتقول انها عايزه تتعلم السحر عشان تعرف تساعده. وبيستمر نجاح المطعم، وبتروح معاهم نيامينا عشان تحميهم. وكينيتشي بيسمع ان سيرينا وماري جالهم رساله من كروتون. وبعد كده بمساعده انيموني وميالي بيبني كينيتشي سلم عشان يتسلق المنحدر. وبريمولا بتاخد اجازه لما عرفت ان كينيتشي هيتسلق المنحدر، وطلب من ميالي ونيامينا يجيبوا سيرينا وماري، وبيتفرقوا كل واحد فيهم بيدور على حاجه عجباه. وكينيتشي بعدها بيستخرج الحجر الاحمر، وبيكون سعر القطعه 200,000 ين، وبيستخرج كميه كبيره منه. وبعد كده كينيتشي بيعمل لهم اكل وبيعجبهم جدا. وبعد كده نيامينا بتطلب من كينيتشي انها تقعد معاهم، وكينيتشي بيوافق لان بريمولا محتاجه حارسه شخصيه ليها. وبعد شهر المحل بيكبر وبقى اسمه كرولا، وبريمولا وظفت فيه عمال تانيين.
وبعد فترة كينيتشي بيستخرج أحجار نادرة تاني، وبتوصل قيمة الأحجار اللي استخرجها 15 مليون ين. وأنيموني كانت بتجمع الأعشاب الطبية في الغابة فوق المنحدر، وميالي ونيامينا بيصطادوا، وبريمولا بتأجر مخزن صغير في المدينة وبيستخدموه عشان يحضروا منتجاتهم، وبيكسبوا من 150 ل 200 ألف ين يوميا. وإيريس بتكون مديرة عامة للفرع وبتدربهم في الفرع، وبيجمعوا فريق عمل عشان يفتحوا فرعين تانيين، واللي بيخلي الأرباح اللي بتتجمع سنويا 200 مليون ين. وبتدخل بعد كده بنت اسمها ليس لغرفة والدتها، ووالدتها بتقول لها ان جالهم خبر ان قطاع الطرق اللي بيستقروا في داليا اتهزموا، واللي هزمهم هو ساحر بيتحكم في وحش حديدي استدعاه. وليس بتقول لها ان دي اكيد كانت ضربة قوية جدا للفصيلة المعادية للمملكة، لكن امها بتقول لها انه استقر قرب مدينة استرا. وبعد كده بريمولا بتقابل واحدة اسمها كانان، واللي بتكون الزوجة الرسمية للسيد يوبا، وبيكون في القصر بتاعه، وبيكون السيد يوبا هو سيد مدينة استرا. وكانان بتكون عارفة بريمولا وانها بنت ماله صاحب شركة تجارية كبيرة، وزادت شهرتهم بسبب العجلة، وانها فاتحة مطعمين. وكينيتشي بيروح للساحرة وبيشتري منها كتاب لتعليم سحر التفجير، وانيموني بتكون مهتمة بكتاب السحر المنزلي، والساحرة بتقول لها انها تاخده كهدية منها. وكانان لما زارت مدينة داليا، واحدة من النبيلات اتباهت بالدبابيس الخاصة بالاحجار الكريمة اللي بتبيعها شركة ماله، وبتسيب كانان المكان وبتكون متضايقة. وكينيتشي بيجيب من المتجر دبوس مرسوم عليه وش واحدة، وبيقول لبريمولا ان الرسمة شبه السيدة كانان، وممكن بريمولا تقول لها انها معمولة ليها مخصوص عشان تكسب فلوس كتير فيها. وميالي بتقول لكينيتشي ان في مغارات جواها كنوز، وانهم رايحين يستكشفوها، وبتكون ما قالتش على العشاء عشان نيامينا ما تجيش معاهم. وبيروح هو والقط البري فيلو وميالي وانيموني، وبيعجبهم المكان جوه المغارات. وكينيتشي بيلاقي احجار كريمة وبيحاول يستخرجها، وفجأة بيهاجمهم عنكبوت كبير جدا، وكينيتشي بيهجم عليه بسهم لكنه مش بيأثر فيه. وميالي بتجرب تصوب على عين العنكبوت وبتصيبه فعلا، وبيرمي عليهم العنكبوت خيوط، لكن ميالي بتشيل انيموني وبتهرب بيها. وكينيتشي بيرمي على العنكبوت متفجرات، وبيستدعي عجلة وبيهربوا بيها، وبيطلعوا من المغارة وبيهربوا من الوحش. ونيامينا بتتضايق انهم راحوا مغارة من غير ما يقولوا لها، وبتقول لهم انها بكرة هتيجي معاهم للمغارة. فكينيتشي بيقول لها انها المفروض تحرس بريمولا، لكن بريمولا بتقرر انها تاخد اجازة اسبوع. وكينيتشي بيقول لانيموني ان الكتاب بتاع التعاويذ اتسجل، وبتفرح بيه. ونيامينا بعدها بتقول انها هتعلم انيموني ازاي تبقى مغامرة، وبتقول لها انها هتقابلها بالليل. وفي اليوم اللي بعده بيبان ان انيموني بقت اقوى ومستعدة للمغامرة، وبيروحوا المغارة سوا ما عدا بريمولا. وكينيتشي بيلاقي الاحجار الكريمة اللي عايز يستخرجها، وبيستخدم الحفارة عشان يشيل الاحجار، والعنكبوت بيظهر من جديد. وبعدها بيرموا على العنكبوت سم، والعنكبوت بيتأثر، وبعدها انيموني بترمي عليه تعويذة النار، وبعدها العنكبوت بيتحرق وبيهرب، وبيطردوه عشان يقتلوه. ولما بيلاقوه بيرموا عليه السم تاني، لكن فجأة بيظهر عنكبوت تاني، وبتكون أنثى، وبيكون حجمها أكبر بكتير عن اللي فات، وبيصروا إنهم يقتلوها. وبتروح العنكبوت تسد المخرج، لكن القط البري بيندفع وبيخربش عينيها، وانيموني بتهاجمها بسحر النار، لكن العنكبوت مش بيهاجمهم، وبتكون عايزة بس تسد المخرج عشان ما يعرفوش يمشوا. وكينيتشي بيخزن العنكبوت الذكر لحد لما انيموني ونيامينا يقتلوا العنكبوت الأنثى بالسم، وفعلا بيرموا عليها سم كتير لكنها مش بتموت. وكينيتشي بيشتري حفار كبير جدا اسمها حفارة اوماتسو، وبيندفع بيها ناحية العنكبوت، وبيلف ايد الحفارة عشان يضربها بيه، لكن العنكبوتة بتمسك ايد الحفارة. وكينيتشي بيزود البنزين وبتقع العنكبوتة، وكينيتشي بعدها بيضربها بايد الحفارة، لكن فجأة المحرك بيعطل، وانيموني بتعمل سحر انفجار، وكينيتشي بيضرب الضربة الأخيرة بالحفارة وبتموت العنكبوتة. وبعدها كينيتشي بيلاقي نوع جديد من الأحجار الكريمة بيجيب فلوس كتيرة منه، وكينيتشي بيكون جاب بيضة العنكبوت وعايز يطبخها في الكوخ بتاعه، وبيعمل منها وجبة وبيجربوها وبتعجبهم جدا. والناحية التانية مطاعم كورولا بيحصل فيها مضايقات بسبب ان المطعم بياخد التوابل من غير ما يتعامل مع زوتيرا، وهو اللي بيدبر المضايقات دي. وبريمولا بتكون ناوية تستخدم سلطتها عشان توقف التاجر الفاسد سوجا، وكينيتشي بيقول لها انه هيساعدها، وكذلك نيامينا وانيموني والقط البري فيلو وكمان ميالي. وبريمولا بتكون عايزة تتصرف بنفسها، فبيقول لها كينيتشي انها لو احتاجت مساعدة هيساعدها. وبيوصل بعد كده لسوجا رسالة باسم السيدة كونان، ومضمونها ان اللي هيضايق مطاعم كورولا هيتعاقب، ومطاعم كورولا بتفتح من جديد. وكمان بتيجي الكوخ كينيتشي وبتقوله انها عارفة ان هو اللي هزم شجب وحوش معدنية، وبعدها اختفى، وبتكون عايزة منه طلب. بنروح بعد كده لمملكة كادان، واللي بتشيد حاليا قناة مية ضخمة عشان يوسعوا المساحات الزراعية. ويوبا بيكون مش محدد تاريخ انتهاء للقناة، لكن بيقول لهم انه هيكملها في اقرب وقت. وكمان بتقول لكينيتشي ان جزء البناء المتبقي طوله 3 كيلو، وبيكون لازم ينتهي في خلال شهر، وبتطلب مساعدته. وكمان بتكون عارفة ان كينيتشي ساحر، وبتسأله لو كان مهتم بكتاب تعاويذ الحماية العالية، وبيكون سحر دفاعي يقدر يحميه من اي حاجة، ولما يكمل القناة هتديله مكافأة. فكينيتشي بعدها بيوافق، وكمان بتديله ديكور من قصر الكاونت،
مش عايزينه يستخدمه لتمويل المهمة. وبعدها بيروحوا في العربية لمكان القناة، وكينيتشي بيلاقي ان عرق الوحوش بيشتغلوا ببطء والاشجار بيقطعوها بصعوبة، وبيقابل بعدها التلات وحوش تاني وبيشتغلوا لانهم صرفوا فلوسهم من مهمة شاجا. وبعد كده بيجي ممثل التجار المشاركين في البناء، وكمان بتعرفهم على الساحر كينيتشي، وبيقول لهم كينيتشي انه تاجر. وبريمولا بتبص على اسعار المنتجات اللي بيوفروها وبتبقى اضعاف ثمنها، وبتقول لهم ان سعر الفاس ب10 قطع فضية مبالغ فيه، وكذلك بقى اسعار المنتجات. وبيعمل كينيتشي فاس بقطعة فضية واحدة وبيوفر عدد كبير منهم، وكمان بتوافق وبتشتري باسعار كينيتشي. وفي واحد اسمه براك بيقول لكنان انهم جم بامر من شركة سوجا التجارية، وسوجا بيكون تاجر شاق طريقه جوه ادارة المنطقة، ويوبا بيطلب منه يهتم باعماله هو. وكينيتشي بيشتري كمية زيت كيروسين عشان الحفارة بتاعته بتستهلك 400 لتر يوميا، وبيبدأ يشيل التراب الزيادة وجذوع الشجر من الارض. وكمان عربيتها ما بتكونش لسه جت، وبيعزمها كينيتشي على العشاء في بيته، وبتحب طبخ كينيتشي، وكمان بيديها عصير. وكينيتشي بيعزم على الثلاث وحوش يجوا ياكلوا معاهم، لكن بيقولوا له ان كل العمال حاسين بالجوع، وبيكون في مطعم قريب منهم لكن سعره بيمنعهم انهم يروحوا له. وبريمولا بتقدم لهم اكل بسعر مناسب ليهم. وفي اليوم اللي بعده كنان بتلبس لبس بسيط وبتوزع اكل مع بريمولا، وصاحبة المطعم اللي جنبهم بتشتكي وبتقول ان بسبب المشروع اللي بريمولا عاملاه ما عادش حد بيجي مطعمها. وبريمولا بتقول لها انها لو عايزه حد يجي مطعمها تخلي اسعارها مناسبه. ومن بعدها بقى المطعم بيقدم اسعار معقوله. وكينيتشي بيكمل في مشروع القناه وبيخزن الاشجار، وخدم كنان بيعوزوا يساعدوا في توزيع الاكل، لكنها بتكون حابه توزع هي. والميه اللي عند كينيتشي قربت تخلص، وكينيتشي بيعرف من اصحاب عرق الوحوش ان في ينبوع يقدروا يروحوا له، وبيطلب منهم كينيتشي يجيبوا له ميه مقابل انه يديهم عصير، وبيتقدموا ناحيه عمل المشروع حبه بحبه. وكان الشغل في تطور في مطعم بريمولا، وبريمولا كانت بتتعلم التعداد اكتر وساعدتهم في تسجيل دفتر حسابات البناء. وبيكتمل جزء اسرع من القناه، وبتتعمل احتفالات للعائله الملكيه، وكينيتشي بيضطر يروح. وكانان بتطلب منه يستعرض سحره، وبيوريهم عرض عن الحفاره بتاعته. وبيقول واحد اسمه سوني لكنان انه توقع انهم هيهربوا من المدينه بعد فشلها، لكن كنان بتقول له انها نكته حلوه. ويوبا بيشكر كينيتشي على المساعده في القناه، وكمان بيشكر بريمولا على تصحيح الحسابات، وبيقول لهم انه قرر يبدا بدايه جديده ويدير شؤون مدينته. وبعدها يوبا بيسال كينيتشي عمل القصص المصوره ازاي، فبيقول له كينيتشي، وبيكتشف ان يوبا مهتم بالابداع زيه. وبيشكر يوبا بريمولا على انها وافقت تتولى حسابات ارضه، وبتقول له انها هتستعين بابوها مالو عشان يساعده. لكن بيخاف يوبا من ردة فعل سوجا لما تتوغل شركه مالو في مدينه استرا. وبيقول له كينيتشي انه ممكن يطرده باستخدام سلطته، لكن بيقول له يوبا انهم ما عندهمش فرقه فرسان بسبب الميزانيه. وكمان بتقول له ان لو الموضوع ده لجأ للعنف عندهم كينيتشي، وانه صاحبهم وهيساعدهم. وبيرجعوا بعد كده للكوخ، وبيكونوا اخدوا كتاب تعاويذ الحمايه العاليه. وبعد كده ليز بتروح تقابل والدتها الملكه، ووالدتها بتقول لها انهم خلصوا بناء القناه في الوقت المحدد، وسونو بيكون هو اللي نشر انهم مش هيلحقوا يخلصوا، وبيكون من ضمن المراتب الدنيا للفصيل المعارض للملكيه. ونشر ان يوبا ناقصه القدره على انه يخلص البناء الوطني اللي امر بيه صاحب الجلاله، وكمان انه بيشك في قدرته على الحكم. والملكه بتكون عايزه تعين كونتا عشان يحكم المناطق كويس، وبيكون في بالها الساحر اللي بيتحكم في الحديد واللي استدعى وحوش قويه جدا، وكمان خلص بناء القناه في وقت قصير. وليز بتقول كمان ان من كفاءته ممكن والدتها تفكر تديله قوه الفارس المقدس، وبيكونوا متجمعين في الكوخ. ونيامينا بتقول انها متاكده ان انيموني ورثت قوه السحر من والدتها، وكينيتشي بيفترض ان اللي ربت انيموني اخدتها من ست ماتت في الشارع، وانيموني ما بتكونش عايزه تلاقي عيلتها. وكينيتشي وانيموني بيروحوا لمحل الساحره العجوز، وبيسالها لو تعرف ساحره موهوبه توفت في الشارع من حوالي 10 سنين. والساحره بتفهم انه بيدور على ام انيموني، وبتقول له ان كان في ساحره عندها نفس لون الشعر اسمها ارميريا، اختفت من 10 سنين. وارميريا كانت الملكه الاصليه لكتاب التعاويذ اللي مع انيموني. وقتها انيموني بتقف وبتكون عايزه تجرب تعويذه حمايه، لكنها بتفشل. وكينيتشي بيعمل لهم العشاء، وفي اليوم اللي بعده مالو بيجي، وكينيتشي بيسلم عليه، وبيكون سمع ان محلات بريمولا ناجحه، ومالو بيكون جه عشان يتفق مع كينيتشي على طريقه يخلصوا بيها من سوجا. وكينيتشي بيكون في حاجه عايز يناقشها مع مالو بشكل رسمي، وبيطلب من مالو يديله اذن بانه يتجوز بنته. وبيقول له مالو ان بنته اقتحمت الكوخ بتاعه وبتطرده في كل حته وانه موافق. وبعدها مالو وبنته بيستعدوا يعملوا فرع لشركه مالو التجاريه في استرا، وبيخططوا يبعتوا عمال تانيين لمركز البلد عشان يساعدوا في عمل السجلات الماليه ليوبا. وكروتون ونيانياس ونور بيوصلوا لمدينه استرا، وده كان في اليوم اللي بعده. ونور بيعرف ان بريمولا متجوزه من كينيتشي، وبعدها بريمولا بتكون اختفت بعد ما تقدم لها نور، وسمع من كروتون انها موجوده هنا، لكن بيتقبل الموضوع بما ان كينيتشي جوزها وبيتمنى لها السعاده. وسوجا بيسمع خبر ان شركه مالو التجاريه هتفتح فرع جديد في مدينه استرا، وكينيتشي بيروح لشركه سوجا وبيستدعي
بيستدعي لهم من المخزن العنكبوت العملاقه فوق المحل، وبيظهر بعدها سوجا، وكينيتشي بيقول له انه جاي يرد المضايقات اللي كان بيضايقها لزوجته، فسوجا بيأمر رجالته انهم يهجموا على كينيتشي. وبعد كده كينيتشي بيجي ورا كروتون ونيانياس ونور، وفيل كمان بيظهر، وبعدها كينيتشي بيتساءل ايه اللي هيحصل لارواحهم لو ماتوا وهم بيحاربوا القط البري، وسوجا بيأمر جيشه بالانسحاب. وجوه الشركه بيكون في ذئاب، وسوجا بيقول لهم انهم يهجموا على كينيتشي واللي معاه، وقائدهم بيهجم عليه، لكن نور بيتصدى ليه، ونيامينا وميالي بيهاجموا بالاقواس وبيرموا سهام على الذئاب، ونيانياس بيحارب الذئاب بالسيف. وبعدها كينيتشي بيستدعي الحفاره وبيهاجم الذئاب بيها، وبيتهزم جيش الذئاب، وبيجري سوجا. وبعدها كينيتشي بيستدعي الحفاره الاكبر وبيدمر بيها شركه سوجا، لكن مالو بيقول له يوقف اللي بيعمله، وان ممكن يستخدموا المبنى عشان ياسسوا فرع شركه مالو التجاريه. فكينيتشي بيقول لسوجا ان مجرد ما البلطجيه بتوعه يطلعوا سيوفهم فكده بقوا اشرار بيخططوا لقتل الكاونت. فبعدها يوبا بيقول لسوجا انه خاين وبيأمر بقتله، وانه لو ما مشيش من المدينه هيتهموا بقتل الكاونت، وبعدها بيمشي. وسوجا بعدها بيقول لمالو ان الدبابيس اللي باعها دي وكمان العجلات اخدها من كينيتشي، وانه كسب شريك مفيد، وبيقول له يفكر في موضوع ان ليه بنته اتخطفت. وفجاه بتيجي رساله للكاونت من الملك مكتوب فيها ابعت لنا الراجل اللي اسمه كينيتشي، ابعته للعاصمه الملكيه حالا. وكينيتشي بيفتكر ان بريمولا اتخطفت لان في نبيل دفع لشجع عشان يخطفها، وبيكون النبيل ده كان عايز يتجوز بريمولا. وكينيتشي بيفكر مين اللي ممكن يكون متورط في الموضوع ده وايه هدفه، وبيفكر انه ممكن يكون سيد المنطقه اللي جنبهم، وانه ممكن يكون بيحاول يستهدف استرا، وكمان بيستهدف داليا، وان ممكن يكون بيحاول يخلي شركه مالو تخسر مكانتها بعد لما ازدهرت بسبب المنتجات اللي باعها لهم كينيتشي. وبعدها كينيتشي بيحس انه المسؤول عن خطف بريمولا، وبيقول لمالو انه هيوقف بيع ليهم لفتره، وكمان الملك استدعاه ومش عارف ايه الغلط اللي عمله ومش عايز يسبب لغيره مشاكل. وبريمولا بتقول له انه مسبب لهمش اي مشاكل، وان شركه مالو مستعده لاي موضوع، وبتكون هي اخذت قرارها بانها تعيش مع كينيتشي، وبتقول له ان معاه قوه كبيره جدا، وانها كانت دايما حاسه ان اخباره هتوصل للعيله الملكيه، وبتقول له يعمل اللي هو عاوزه، لكنها هتيجي معاه وهتدعمه. وانيموني بعدها بتعمل قصه هديه لماري، وماري بعدها بتشكرها، وكروتون وزوجته وبنته بيتنقلوا لمنطقه نور. وبعدها نور بيودع كينيتشي وبريمولا، وكينيتشي بيفكر يهرب بدل ما يسمع الاوامر الملكيه، لكن بيعرف ان العيله الملكيه هتشتبه في الكاونت انه ساعده يهرب، او ان الكاونت وزوجته من الجيش المعارض للملكيه، وبيروح هو وعيلته عشان يقابلوا العيله الملكيه. وبعدها بيلاقوا جولم بيتم تشغيلها بواسطه الصحراء، واخيرا بيوصلوا للعاصمه الملكيه، وما بيكونش ليها خرائط عن الاماكن. ولما بيوصلوا قصر الملك بيقدموا رساله الملك للحراس، وليز بنت الملك بتطلع لهم، وكينيتشي بيعرفها على نفسه وبيقول لها انه تاجر، لكنها بتقول له انه في العاصمه بيتلقب بالساحر، وبيسالها حد ايه وسيله النقل اللي ركبوها عشان يوصلوا للعاصمه خلال الوقت القليل ده. فكينيتشي بيقول له انه جه على وحش كان مستدعيه، وبيطلع لهم العربيه من المخزن. وبعدها بياخد الاميره ليس في جوله بالعربيه بتاعته، وبتقول له انه يناديها ليس وانه عاجبها وعايز يديله مكافأة، وبيطلب منها انه يستلف مساحة صغيرة من جنينة القلعة للتخييم لحد لما ترتب اجراءات مقابلة الملك. وفعلا ليس بتوافق، وبيستدعي كينيتشي البيت بتاعه في الجنينة، وبتدخل ليس تتفرج عليه، وبتقرر تقعد معاهم في الكوخ. وبيستدعي كينيتشي بعد كده الحفارة، وبتركب ليس في الحفارة عشان تستكشفها، لكن كينيتشي بيشيلها وبينزلها من الحفارة، وبيجي فارس وبيندفع ناحيته عشان يقتله لانه لمس الاميرة. فكينيتشي بيستدعي الدرع وبيستدعي القوس، وانيموني بتهاجمه بتعويذة النار، لكن الساحرة بتحميه بتعويذة الحماية، وليس بتوقف الحرب بينهم. وبتتعرف ليس على انيموني، وبتسألها لو تعرف تعويذات تانية، فانيموني بتقول لها انها تعرف تعويذة الانفجار، وبتطلب من كينيتشي يعزمها على العشاء، وبيعمل لهم اكل جميل جدا. وفي اليوم التاني كينيتشي بيصحى وبيعمل فطار، وبيقضوا ايامهم حسب اهواء الاميرة. وبعدها طلبت منهم يقضوا على الفيران اللي في قبو القلعه، وكينيتشي يستخدم كميه كبيره من السم. وبعد كده بيعملوا مزاد بين المسؤولين عن تمويل القلعه على العنكبوت اللي في صندوق اغراضه. ومره تانية بتساله ازاي هيهربوا من القلعه لو خطفوها، وبيوريها السلم اللي كان عامله. وفي اليوم اللي بعده ليس بتعزمهم على الغدا، وبيكون طعم الاكل جميل جدا. وبعدها كينيتشي بيجيب لهم علبه حلويات وبتعجبهم جدا. وبعد كده بنكتشف ان ليس مش بتبقى بنت الملكه، وبتكون بنت حبيبه الملك اللي ماتت، وكانت بنت الملك الوحيده وعشان كده كان بيحبها جدا، وبتغير منها الملكه عشان الملك بيحبها. وميالي ونيامينا بيستشعروا حاجه غريبه، وكمان الخدامات. وليز بتقول لهم ان الخدم حاسين ان في حاجه ساكنه القلعه، خاصه وان بيكون في عدد كبير مات من الناس عشان بقاء العيله الملكيه، وبتشك ان في منهم ماتوا وعندهم ضغينه. وليز بتطلب من كينيتشي يطرد الاشباح اللي في القلعه، وبيوافق، وبيطلب منها تسمح بدخول ميالي ونيامينا لانهم الوحيدين اللي بيستشعروا الاشباح، وبيوافقوا. وبعدها كينيتشي بيجهز بخاخ جواه ميه مقدسه، وبيستشعروا ميالي ونيامينا مكان شبحه في مكان الجدار اللي قدامهم، وبتكون بتراقبهم. وبيبدا يقول تعويذه وبيرش من البخاخ وبتروح. والمكان التاني بيكون غرفه الخادمات،
تعليمات وبتروح الروح اللي كانت هناك، وكينيتشي بيرش اماكن كتير في القصر، واخر مكان بيكون غرفه نوم ام ليس، وفيل بيبص على المزهريه وبيكون جواها شبح لكنه مش بيتاثر بالبخاخ، وبيقول بعدها ليس تطلب من الملكة انها ترميها او تنقل مكانها، فكينيتشي بيطلب منها كمكافأة تسيبهم يستكشفوا الكتب السحرية اللي في القلعة، وكينيتشي وانيموني بيختاروا كتب معينة وبيطبعوا منها نسخ ليهم، وبعد كده بيجي ميعاد مقابلتهم للملك، والمقابلة كانت في ساحة عامة فيها كتير من النبلاء، وكينيتشي وعيلته بيقفوا قدام الملك، ولما كينيتشي بيشوف الملكة بيخاف من نظراتها، والملكة بتكون خططت للنزال بين كينيتشي وبين نجمة العاصمة ميليسا، وبيكون هدف جمع النبلاء هو عمل عرض، وميليسا بتقول له انها شاركت في الفعالية لانها سمعت انه ساحر قوي هيزورهم، لكن خاب املها لما عرفت انه مجرد عجوز، وميليسا بتستدعي تنين ضخم، وكينيتشي بيستدعي الحفارة اوماتسو، وبريمولا وانيموني بيركبوا معاه، وميالي ونيامينا بيمسكوا اكواس وبيكون جنبهم فيل، والتنين بيضرب ضربة نارية وبيتصاب فيها اشخاص كتير من النبلاء، والباقي من السحرة بيحموا نفسهم بس، وبعدها النبلاء بيسخروا من كينيتشي، وميالي ونيامينا وفيل بيحاولوا يسيبوا التنين، لكنه بيكون قوي جدا ومفيش حاجة بتأثر فيه، وكينيتشي ما بيعرفش يسيبه بالحفار، وانيموني بعدها بتفتح سطح الحفارة وبتصيب التنين بتعويذة الانفجار، لكنه بيكون مقاوم للسحر، والتنين بيطلق تعويذة نار، لكن انيموني بتستخدم تعويذة الحماية الكاملة وبتصدها، وفيل بيعض التنين ونيامينا وميالي بيسيبوه في عينيه بسهامهم، والتنين بيتعمي وبيطلق نار على الكل بشكل عشوائي، وبيندفع عشان يهجم على الحفار وبيدفعها لبعيد، وانيموني بتستخدم سحر الجولم وبتعمل تمثال على شكل ايد، والايد بتمسك التنين وبترميه على الارض، وكينيتشي بيعمل حركة دوران اوماتسو الكبير وبيصيب التنين مرات كتير في وشه، وبيديله الضربة الأخيرة بالحفار وبيخزنه، وانيموني بتكون تعبانة بسبب التعويذ المتتالية، وكينيتشي بعدها بيمسك المايك وبيقول للملك انه متضايق بعد ما عيلته تعرضت للخطر، وانه هيهرب من المكان ده وهيستخدم كل امكانياته عشان يدمر البلد دي، وبعد كده بيدخل الحراس للقلعة، وليز بتقول لهم انهم يستنوا، وبتقول له كمان انها فاهمه مشاعره وان المفروض ما يخلوش حد كعرض ترفيهي، وخصوصا ان عيلته بقت في خطر، لكن الهروب من هنا هيتسبب في حياه مش هاديه ابدا، بالاضافه لكره النبلاء ليه، وليز بتعرض عليه انه يبقى الساحر الخاص بيها، لكنه بيرفض وبيقول لها انه مش هيبقى لعبه في ايد العيله الحاكمه، وبتقول له ان بدل ما يبقى ساحرها ينفذ لها طلبها، وبتقول له ان عيد ميلادها قرب وعايزاه يجيب لها هديه، ولو عجبتها هتطلب من ابوها يسامحه، وبتكون عايزه هديه عباره عن حاجه جديده مفيش اي نبيل يقدر يجيبها، وبتقول له انه ما يفكرش يفاجئها بالمجوهرات، وكينيتشي بعدها بيديها عقد من اللؤلؤ وبيعجبها جدا، وليز بتديله ورقه فيها عقابه الرسمي، والملكه بعدها بتسال كينيتشي اذا كان عنده حاجه ليها زي اللي اداها لبنتها، وبيقول لها ان دي كانت هديه عيد ميلاد ليس، وبترد عليه ان عيد ميلادها هي كمان قرب، وبيدي لوالدتها عقد من اللؤلؤ برضه، وبتفرح بيه جدا، والملكه بتساله ليه بينادي ليس باسمها وبيناديها هي باللقب، فبيقول لها كينيتشي لانه اول مره يقابلها، وبتقول له يناديها باماره، وبتكون عايزه تكافئه، وبيقول لها انه حابب ياخد ديكور قديم في القصر كمكافأة ليه، وبيكون سعر الديكور ده عالي جدا، وأمارة بتقول له انه ياخد المكتب ده، وبيكون مكتبها لما كانت طفلة، وبتعوزه ياخده لانها كل ما بتشوفه بتفتكر ايام وحشة، وبيمروا جنب المزهرية اللي بيكون فيها الشبح، وأمارة بتقول له ان بعد ما كانت بتشوف كوابيس عرفت تنام بفضله، ولما استجوبوا النبيل اللي بعتها لها هدية اعترف انه اداها لها وهو عارف انها ملعونة عشان كان عايز يقتلها، وبيكون اللي اداها لها حد من النبلاء اللي ماتوا نتيجة هجوم التنين عليهم، وبتكون مكيدة من أمارة عشان تقتله، وكان النبيل ده من ضمن الفصيلة المعارضة للملكية، ومنهم برضه سونو واللي افعاله كانت مزعجة جدا، وبيكون ادنى رتبة في الفصيلة، وبيعمل مكايد عشان يستولى على مدينة استرا، ومن ضمنها انه بعت التاجر سوجا، وبيكون للفصيلة المعارضة للملكية بلطجية كتير وقطاع طرق بالاضافة لمدينة استرا، وكانوا بيحاولوا يضموا مدينة داليا معاهم، ومن ضمن البلطجية شاجا واتباعه، وامارة بتكون عارفة ان هو اللي هزمه، وبيكون الحادث ده سمح بوقف توسع الفصيلة المعارضة للملكية، وامارة بتقول له انهم ممتنين ليه، وكينيتشي بيكون حاسس ان امارة دي مرعبة، وميليسا بتسأل انيموني منين اتعلمت تعويذة الحماية الكاملة، وانيموني بتقول لها من مجلد تعاويذ خاص بارميريا، وارميريا بتكون مشهوره جدا، وميليسيا بتسال انيموني ايه اللي تعرفه عن والدتها، وبتقول لها انها ما تفتكرش حاجه وكل اللي عارفاه ان امها ماتت، وميليسيا بتسالها عن كتاب السحر، وبتكون انيموني مش عارفاها، وبيكون مكتوب في الكتاب هسيب الكتاب ده لبنت انيموني على امل انها تلاقيه، وميليسيا بتقول لها تعتز بالكتاب لانه تذكار من والدتها ليها، وميليسيا بتقول انها لما تقابل انيموني تاني مش هتخسر قدامها، وبعد ايام بتتمنح الاراضي المطله على البحيره كمكافاه اضافيه لكينيتشي، وبتكون بحيره استيلبي هي البحيره الممتده قدام بيته، وكينيتشي بيتمنح لقب بارون مدى الحياه وبيبقى من النبلاء، وبعدها كينيتشي بيرجع على البيت هو وعيلته، وبيضطر يشتري عربيه جديده عشان ليس ومايلين جم معاه،
وبيكون والدها رافض في الاول، لكنها هددته انها تسيب العيله الملكيه وتمشي لو رفض الطلب بتاعها، فبيضطر يقبل تحت عذر انها جايه تراقب كينيتشي. وكينيتشي بعدها بيقابل فويو على الطريق وبيقول له انه بقى نبيل، وفويو بيقول له ان عدد البنات اللي معاه زاد جدا، لكن بيرد عليه كينيتشي انهم بقوا عيلته. والشاعره المتجوله بتقول شعر بخصوص كينيتشي، وبعدها كينيتشي بيبدا حياته الهاديه واللي هو كان عاوزها من الاول منذ انتقاله لهذا العالم. وهنا بتنتهي حكايه البطل كينيتشي. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر، وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.